يا ترى ايه العلاقة السحرية بين تنظيف بيتي وبين تحقيق أمنياتي؟ هل لما أحافظ على نظافة بيتي وترتيبه ونظامه بشكل دائم ده فعلا ممكن يساعدني أحقق الحاجات اللي نفسي فيها؟ هل ممكن يكون السبب اللي بيخليني مش محققة اللي بحلم بيه هو إن البيت حواليا مش رايق؟ ولا يمكن لما المكان بيبقى منظم ونضيف ومريح حياتي كمان بتبدأ تتنظم؟ هل فعلا في علاقة سحرية بين ده وده؟ يلا بينا نشوف مع بعض. أنا واحدة من الناس كنت دايما بنظف وبروق وارتب، بس كنت بعمل ده كروتين، كحاجة لازم تتعمل وخلاص. ما كنتش بنظف بحب، ما كنتش بحس ان انا لما ابدأ تنظيف ان اللحظة دي لحظة راحة وامتنان. لكن من ساعة ما بدأت انظف بعمق وبوعي وبحب بقيت بحس ان كل حاجة في البيت بتتنفس. بقيت بحس ان البيت بيشكرني والهوا بقى اروق وانا نفسيتي بقيت اهدى وانضف من جوه. ولقيت ان في تغيير كبير جدا بيحصل في حياتي من بعد الخطوة دي، هدوء غريب، راحة نفسية حقيقية، إحساس بالبركة وأبواب الخير بتتفتح من حيث لا أحتسب. يمكن السبب الأساسي اللي خلاني أعمل الفيديو ده النهاردة هو التغيير اللي شفته بعيني، وحبيت أشارككم السر اللي خلاني أعيش الراحة دي وأحقق حاجات كتير كنت فاكرة إنها بعيدة. في حاجة غريبة جدا محدش بياخد باله منها، إنك ممكن تكوني بتعملي حاجة بسيطة زي إنك تمسحي ترابيزة أو تطوي هدومك، لكن في اللحظة دي بالذات ربنا بيبدل حالك. أيوة، ودي مش مبالغة، لأن البيت مش مجرد مكان بنعيش فيه، البيت مراية، مراية لحالتك، لعقلك، لنفسيتك، ولقدرتك كمان على تحقيق أحلامك. يمكن دلوقتي بيتك مش مرتب قوي، أو نفسك متكسرة ومش عارفة تبدأي منين، بس صدقيني اللحظة اللي تقرري فيها تلمي فيها نفسك وتبدأي ترتبي بيتك هي نفس اللحظة اللي بتبدأي فيها ترتبي حياتك. كل مرة بتشيلي فيها كركبة فكري انك مش بس بتنضفي بيتك، انت بتشيلي من جواكي هم وضغط وتراكم وافكار، حاجات قديمة ملهاش لازمة. البيت لما بيبقى مكركب العقل كمان بيبقى مكركب، بس اول ما كل حاجة بتبقى في مكانها بتلاقي نفسك فجأة بقيتي هادية ومستوعبة وعارفة ايه اللي عايزة تعمليه بعد كده. خديها قاعدة، اللي بيبدأ ينظف بيته بإيده بيبدأ يشكر ربنا بإحساس حقيقي، مش مجرد كلام، لأ، هو شكر بالفعل. انت لما بتلمعي حاجة بتقولي له يا رب أنا مقدرة النعمة دي، حافظاها وبخاف تضيع مني. ولما ربنا بيشوف كده طبيعي جدا يديكي أكتر ويوسع رزقك ويفتح لك أبواب كانت مقفولة. افتكري كده لما بتخلصي تنظيف بيتك وبتقعدي على الكنبة أو الركنة أو أي مكان بعد ما خلصتي كل حاجة بتحسي بإيه؟ راحة، رضا، هدوء، كأنك رجعتي نفسك من تاني. الإحساس ده هو المفتاح. الإحساس ده بيخلي مخك يستقبل أفكار جديدة، وتقدري كمان تكتبي خطة وتحلمي وتتحركي ناحية هدفك. في ارتباط سحري بين إن البيت يبقى منظم وإن حياتك تمشي صح. إزاي؟ لأن العقل مش بيعرف يركز وسط الزحمة، الزحمة بتخليه دايما في حالة توتر كأنه بيجري ومش عارف يوصل. لكن لما كل حاجة حواليك تبقى رايقة تقدري تسمعي صوتك الداخلي وتقدري تفكري بوضوح. ساعتها بتبدأي تشوفي الطريق اللي كان قدامك طول الوقت بس انتي مش شايفاه. بصي، لو كل يوم صحيت الصبح وجهزتي مكانك وبدأتي يومك بتنظيف بسيط، حتى لو حاجة صغيرة جدا زي انك تمسحي رخامة المطبخ او تلمي الغسيل او تطبقيه، انت كده بتقولي لنفسك انا بتحكم في يومي مش اليوم اللي بيتحكم فيا. وده احساس قوي جدا بيغير حالك بالكامل. في بنات بتفضل تقول نفسي ابدأ، نفسي اعمل، نفسي حياتي تتظبط، بس الحقيقة البداية مش دايما مشروع كبير او خطوة ضخمة. احيانا البداية هي انك تقومي تشيلي كوباية من على الترابيزة، انك تروقي رخامة، انك تمسحي ترابيزة، لان اللي بيبدأ من بيته بيتفتح له باب في حياته. وانت بتلمعي او بتكنسي او بتروقي جربي تسيبي دماغك تفكر بطريقة مختلفة. اسألي نفسك انا ليه بخاف ابدأ؟ ايه الحاجة اللي مأخرة خطواتي؟ هل انا فعلا عايزة اغير حياتي ولا بستنى الظروف؟ هتتفاجئي ان الاجابات بتبدأ تظهر لك كأنها كانت مستخبية في الكركبة، كأن ترتيب البيت بيكشف لك عن ترتيب داخلي جواكي. وخدي بالك، التنظيف مش مجرد شغل بيت، دي جلسة تأمل على الأرض. أيوة، ما تستغربيش من كلامي، بتخليكي تشوفي تفاصيل صغيرة جدا، مثلا لما بتلمعي المراية وتشوفي انعكاسك. أيوة، ما تستغربيش من كلامي، بتخليكي تشوفي التفاصيل بشكل مختلف، شكل المراية وهو متطرب أو عليه بصمات أو الصورة مش واضحة غير شكلها وهو متلمع وانت شايفة نفسك بوضوح. لما تشوفي انعكاس صورتك في المراية فكري، هل أنا مبسوطة من اللي أنا شايفاه قدامي ولا محتاجة أغير شوية حاجات؟ مش بس في شكلي، لأ،
في إحساسي، في طريقتي، في نظرتي للحياة. خلي التنظيف يبقى لحظة اتصال بينك وبين نفسك، مش روتين رخم وتقيل لازم أقضيه كل يوم وخلاص. لما بتشيلي التراب من مكان تخيلي إنك بتشيلي هم قديم، ولما تحطي حاجة في مكانها كأنك بتحطي فكرة أو هدف في مكانها الصح اللي ما كانتش موجودة فيه. وكل مرة تخلصي فيها شوفي ازاي الجو بيتغير. الهدوء اللي بيملى البيت بعد التنظيف ده مش صدفة، ده انعكاس لهدوء جواكي، لنظام جديد بدأ يتكون. كل مرة بتنضفي فيها حاولي تفتحي نيتك، يا رب أنا بنضف مكاني عشان أعيش براحة ورضا واستحق الأفضل. كلمة واحدة زي دي بتغير إحساسك بكل حاجة حواليكي. واوعي تفتكري إن التنظيف حاجة مملة، لأ، ده فن. أيوة، فن إنك تخلقي الجمال من الشيء العادي، إنك تحولي حاجة بسيطة لحاجة مبهجة، زي لما تلمي الستاير أو تعملي ركن صغير لنفسك وتحطي فيه شمعة أو وردة. دي مش رفاهية، دي رسالة لنفسك إنك فعلا تستاهلي. خلي كل حاجة في بيتك تتكلم عنك، خلي البيت يعكس صورتك الحلوة اللي جواكي، مش العكس، مش تعبك، مش كركبتك. لما ترتبي وتنظمي بيتك كأنك بتقولي أنا هنا، أنا رايقة، أنا عارفة عايزة إيه. ولو في يوم صحيتي ومفيش عندك طاقة ولا ليكي نفس تشتغلي، خديها ببساطة، ابدأي من حاجة صغيرة جدا. مفيش حد بدأ من فوق، بس كل اللي بدأ من تحت واستمر ووصل. نضفي حتى لو حاجة بسيطة، ومع كل حركة هتحس إنك بتفوقي نفسك شوية بشوية. وافتكري دايما البيت مش محتاج يبقى مثالي، قلنا كده كتير، هو محتاج يبقى مريح، مريح ليكي، يعني يبقى مرتب كفاية يخليكي تهدي وتفكري وتتنفسي بعمق. وانت بتكنسي أو بتمسحي حاولي تشغلي قرآن أو تسمعي بودكاست أو تسمعي حاجة تحفزك، كلام يحركك للأحسن. خلي الوقت ده يكون وقت ليكي انتي، مش وقت تعب. خلي التنظيف تجربة ممتعة، مش واجب وفرض عليكي وبس. الفيديو ده مش عشان أقولك نضفي وخلاص، ده عشان أقولك إن تنظيف البيت وسيلة لتغيير حياتك كلها، هو أول خطوة في أي خطة كبيرة. مش ممكن تتظبط حياتك والعالم حواليكي فوضى، ابدأي من هنا، من المكان اللي حواليكي. كل مرة تفتحي الشباك وتدخلي الهواء افتكري انك بتجددي حياتك. كل مرة بترتبي دولابك افتكري انك بتفتحي صفحة جديدة مع نفسك. كل مرة تغسلي المواعين افتكري انك بتتخلصي من افكار قديمة وحاجات مش حلوة في حياتك. عارفة كل ده هيبقى بيفيدك في ايه؟ ان انت بتخلقي بيئة تدعمك، بيئة تساعدك تركزي على اللي نفسك فيه. مش بس بيت نظيف، لكن حياة منظمة، عقل رايق وقلب مطمن. في بنات بعد ما بيتهم اتظبط لقوا ان شغلهم اتحسن، نومهم بقى اهدى، حياتهم تعاملاتهم مع الناس بقت ألطف. ليه كل ده حصل؟ هل دي صدفة؟ لا، لأن النظافة والترتيب مش شكل، ده إحساس بالاستحقاق، إحساس إنك تستاهلي تشوفي الجمال حواليكي وتعيشي في مكان مريح ليكي. فكري فيها كده، كل مرة بترتبي فيها حاجة انتي بتقولي للحياة أنا جاهزة لاستقبال كل ما هو جديد. ولما تقولي كده الحياة فعلا بتديك الجديد اللي انتي مستعدة له. وصدقيني اللي بيبدأ من بيته عمره ما بيقف، لأن كل ما كان بيتك منظم ومرتب وهادي وجميل بتفتكري دايما انك قادرة وانك صاحبة القرار في حياتك. افتكري آخر مرة خلصتي فيها تنظيف البيت كله وقعدتي تتفرجي على النتيجة، يا على الشعور بالراحة والسكينة. ايه ده؟ هي دي البداية اللي انت محتاجاها علشان تتحركي ناحية أحلامك. ابدأي من هنا، من بيتك، من ترتيبك، من التفاصيل الصغيرة اللي محدش بياخد باله منها. وانت بتنظفي وتنظمي وترتبي بيتك احكي لنفسك عن الأمنيات اللي نفسك تحققيها. شايفة المراية دي؟ اقفي قدامها وانت بتمسحيها وقولي أنا واثقة في الله إني هحقق كل اللي أنا عايزاه. شايفة المطبخ اللي انت كل يوم بتقفي فيه في الساعات؟ استبدلي ده وانت بتنظميه وبتروقيه وقولي بإذن الله البركة والخير والرزق هتملى المكان، وكل حاجة ناقصة هنا بإذن الله هتكمل. شايفة سريرك وأوضتك وانت بتنظميهم وترتبيهم وتروقيهم؟ قولي إن شاء الله أنا هنا هرتاح، وهنا هتبدأ كل أحلامي تتحقق، وكل ليلة هنام وأنا راضية عن نفسي. كل حاجة حواليكي ليها معنى، مش صدفة، بس لازم تشوفيها بعين مختلفة، مش بعين التعب لكن بعين التقدير والشكر لربنا إنه رزقك بيها. وده سر بسيط جدا، لما تبدأي تشوفي بيتك بنظرة امتنان وشكر بيتغير إحساسك، بيتغير يومك، وبتتفتح لك أبواب عمرك ما كنتي تتخيليها. فمن النهاردة كل ما تمسكي فوطة أو مكنسة أو تعملي أي حركة تنظيف افتكري إنك مش بتعملي مجهود رايح على الفاضي، انت بتبني حياة ونظام وبتخطي خطوة ناحية حلمك. وخلي بالك مفيش إنجاز بيحصل فجأة ولا حلم بيتحقق من غير بداية.
وانتي دلوقتي عرفتي فين البداية، مش براكي ولا في الناس ولا في الظروف، هي جواكي وفي بيتك كمان. ابدأي وهتشوفي الفرق، وهتكتشفي بنفسك إن العلاقة بين تنظيف البيت وتحقيق الأمنيات مش مجرد كلام ومش صدفة، دي علاقة حقيقية ومليانة بركة ودهشة وكرم من ربنا. خدي القرار دلوقتي، قومي شيلي الكركبة، افتحي الشبابيك وخلي بيتك يحكي للعالم قصة واحدة بس، إنك بنت قررت تبدأ من بيتها. خلي كل حاجة حواليكي بتشكر ربنا إنك بترجعي لها الحياة من تاني، وانت اشكري ربنا على نعمته اللي رزقك بيها بالفعل وبتنظيفها وبالمحافظة عليها وبتحسينها وبإنك تخليها في أحسن صورة. يا رب يكون الفيديو مفيد. أنا كنت مستمتعة جدا وأنا بعمل الفيديو ده، وكل معلومة في الفيديو ده أنا لما عملتها وطبقتها فعلا فرقت في حياتي، وده السبب الحقيقي اللي خلاني أعمل فيديو النهاردة. يا ريت لو الفيديو عجبكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لو أول مرة تشوفوني. أما حبايب قلبي اللي موجودين معايا، يا ريت ما تبخلوش عليا بلايك وكومنت لطيف منكم يشجعني، وكمان تشاركوا الفيديو لاصحابكم عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. خلي الكل يستفاد. أستودعكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.